انت النهاردة قدام اهم قرار هتاخده في حياتك بعد قرار اختيار شريكة المستقبل بقى وزوجتك. ده القرار التاني لو انت قررت ان انت تروح للبيزنس، اللي بيساوي القرار ده في الأهمية، وهو انك انت تختار شريكك في البيزنس او الشغل بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقة جديدة. احنا المرة دي بقى حلقة مختلفة تماما عن كل الحلقات اللي فاتت، لان احنا هنتكلم في سلسلة متتالية عن ازاي تبدأ بيزنس من تحت الصفر. و... و... والسلسلة دي هيبقى اسمها من تحت الصفر للمليون. الهدف فيها مختلف شوية، وهو ان احنا هننزل تحت الصفر شوية. فاكرين لما كنا بنتكلم قبل كده ان الجبل الكبير اللي فوق الارض ده، اللي باين منه بس 10% و90% بيكون تحت هو الجذور، وهي الحاجات المتشعبة، الأساس المتشعب تحت الأرض. أنت عشان تأسس لبزنس مظبوط، أنت مش بتقف على الصفر، أنت بتنزل شوية تحت الصفر كده، بتعمل شوية حاجات أو شوية مهام محتاج إن أنت أصلا تبنيها تحت الصفر الأول، وبعد كده تبدأ تطلع للصفر. بعد كده إن شاء الله البيزنس بتاعك ينجح. وده عشان نقدر نقلل المخاطر، وعشان نقدر نخلي الكيرف بتاعنا بدل ما نبدأ من الصفر وبعد كده الكيرف يطلع شوية لواحد ولا اتنين وينهار بينا الكيرف لماينس ارقام كتير قوي تحت. لا، احنا بننزل تحت الصفر ماينس واحد او اتنين بس، نبني كويس ونستعد كويس عشان الكيرف بتاعنا يبدأ يطلع، ويطلع بشكل ثابت، وبيطلع بشكل مستقر، ويطلع لان انا بنيت اساسي في الاول صح. واعرفكم بنفسي الاول. وليه بتكلم في البيزنس؟ انا اسمي احمد امام. انا بزنس كونسلتنت لاكتر من شركه حاليا. كمان انا بزنس اونر لشركه رويال كادو، اسست شركات تانية قبل كده. حاليا شركه رويال كادو من الشركات اللي بنشتغل في مجال الهاند ميد والديكوريشن. اشتغلت في الملابس قبل كده، وعندي شركة اسمها فيرست هاند، وعندنا محلات بنشتغل فيها، بنستورد من بره. و... و... وعملت شركة تانية لها علاقة بغسيل العربيات اسمها اون ديماند، وعملت شركات تانية كتير. فهنا انا جاي بس بشارك الخبرة اللي اكتسبتها من خلال شغلي في البيزنس من سنة 2015 لحد النهارده، يعني 11 سنة خبرة. ولقيت إن أول حلقة لازم أبدأ بيها هي فكرة الشريك، لإن أنا فاكر لمّا أنا بدأت في الأول ما كنتش عارف المفروض أعمل إيه. وطبعًا يعني بغض النظر عن إني أنا في النقطة دي بالذات كانت هي سبب الخسارة الرئيسي بالنسبة لي، وإن أنا أطلع من أكتر من مشروع، أو أكتر من مشروع أصلًا ما يكملش. ما كنتش متخيل إن وأنا باتكلم النهارده إن هيكون عندي أكتر من 8 شراكات فضيتهم قبل كده. والشراكة، معنى فكرة فض الشراكة انهيار البيزنس بشكل كامل. فحبيت إن أنا أبدأ في الحلقة الأولى أتكلم عن النقطة ديّة، لأنها نقطة على قدر كبير أوي من الأهمية. من أول تعريف مين هو الشريك. الشريك ده الشخص اللي هيبدأ معاك أول خطوة، الشخص اللي أنت بتختاره لشخص أنتم هتبنوا سوا، هتقعدوا سوا تقريبًا، أو هتتقابلوا بشكل شبه يومي لو ربنا كتب لكم إن أنتم الbusiness بتاعكم ده يكمّل. هتكسبوا سوا، وفي نفس الوقت هتخسروا سوا، هتفكّروا سوا، أنتم 2 بتكمّلوا بعض مش 2 شبه بعض. تمام؟ ال عندكم كل واحد مهارة مختلفة عن التانية، مش بس إحنا 2 أصحاب حبينا إن إحنا نعمل حاجة، أو 2 بنحب بعض، لإن لو أنتم بتحبوا بعض فممكن تخسروا بعض، احتمال كبير أوي تكرهوا بعض بعد خطوتين 3 قدّام. وأنا هنا باكلمك بصراحة مطلقة، مش باجمل الكلام، ومش باقول كلام يكون الكلام ده يعني كلام معسول شكله حلو، وفي الآخر تبُص تلاقي أنا باكلمك الحقيقة مطلقة. زي ما قابلتها أنا من خبرتي خلال الفترة اللي فاتت، وعلى وزي ما قرأت في كتب كتير. فده أول حاجة تعريف الشريك. فعشان كده وأنت بتختار الشريك بتاعك، أنت لازم تكون يعني لازم تكون أكتر نضج بكتير أوي من فكرة طب يالّا نعمل مشروع، يالّا إحنا 2 شُركا. أول أ أول و وعشان كده أنت محتاج تاخد بالك من معايير كتير أوي. أولها في اختيار الشراكة إن الشخص ده يكون عنده مهارة مختلفة عن مهارتك. يعني أنت شخص بتعرف إن أنت تدير، هو لازم يكون شخص بيعرف يسوّق. أنت شخص بتعرف أنت عندك مهارة البيع،
لازم الشخص التاني يكون عنده مهارة ليها علاقة بالoperation العمليات. أنت شخص عندك أنت أنت شخص عندك مهارة معيّنة من مهارات الbusiness لازم التاني يكون بيكمّل ليها، ويا سلام لو حد فيكم كان عنده مهارة في التسويق أو المبيعات، لإن ده من الحاجات المكمّلة. إحنا مشكلتنا الرئيسية دايمًا في التجارة إن إحنا بنفكّر في كل حاجة إلا فكرة إن أنا وأعمل منتج perfect، لكن أنا مش عارف المنتج الperfect ده هاطلّعه لمين. فدي أول معيار محتاج آخُد بالي منّه، إن أنتم تكونوا بتكمّلوا بعض. الحاجة التانية دي طبعًا وجهة نظري أنا الشخصية، إن أنت ما تدخلش مع حد شراكة هو داخل معاك بس بالشغل. أنا شايف إن الشراكة لازم تكون شراكة أموال جنب شراكة أعمال. وده إزاي؟ كل واحد فيكم حتى لو هيحط نسبة معيّنة، حتى لو النسب ديّة متفاوتة، ولكن لازم كل واحد يكون عنده شراكة أموال. وده لإن ده بيفرق كتير أوي في التزام الشخص اللي قدّامك وأنت بتختار الشخص كمان. لإن هو هيكون حريص أوي لو دفع فلوس إن هو حاطط جزء منه جوّه المشروع، فهيكون فعلًا مركّز معاك وهيكون مهتم جدًا بالمشروع أكتر من فكرة إن هو أنت ما تخلّيش حد يدخل معاك إلا لو حد استثنائي أوي، أنت عارفه وشُفت كل خبرته وشُفت كل الحاجات اللي عملها قبل كده. ف فده ده وديّة يعني 1 في المليون، فأنا يعني من وجهة نظري يعني. فشايف إن الشراكة تبقى شراكة أموال جنب شراكة الأعمال. ده المعيار التاني. المعيار التالت، أنت تكون شُفته وتابعته قبل كده، تكون اتعاملتوا قبل كده، اختلفتوا وشُفتوا وقت الاختلاف عامل إزاي، لإن غالبًا هتخسروا في وقت من الأوقات، أو يعني مش عايز أقول غالبًا ولكن أكيد، لإن الخسارة جزء رئيسي من التجارة. آآ ف فأنت لو شُفت وقت الاختلاف، فغالبًا هيكون هو ده وقت الخسارة. لو عرفت إن أنت تتّفق معاه في الوقت ده ولقيته شخص لَيِّن ولقيته شخص ما عندوش مشكلة في الموضوع بتاع الاختلاف ده، بالعكس لقيته إن هو شخص بيحاول إن هو يبني وبيحاول إن إحنا نتقرّب، وقت الخسارة غالبًا هيكون هو ده الشخص. فأنت تكون شايف الشخص ده وقت الاختلاف عامل إزاي. الحاجة التانية، خُد شخص بmindset مختلفة عن عقلية الشخص اللي هو ما بيتقبّلش الخسارة، أو عقلية الموظف المُطلق. وده مش خطأ في الموظف على قد ما هو حاجة ليها علاقة بالعقلية بتاعة الشخص. الشخص اللي هو بيشتغل في الbusiness دايمًا حابب إن هو يغيّر، دايمًا حابب إن هو يجدد، دايمًا بيحب إن هو يبدأ حاجات جديدة. ما عندوش مشكلة إن إحنا خسرنا المرّة دي، مش حاطط دايمًا احتمالية إن أنا يا أكسب يا أخسر، فأنا متمسك بالحاجة اللي في إيدي، لإن الbusiness دايمًا بيعلّمك إن أنت كل حاجة متغيّرة. أنت موجود في سوق، اللي مطلوب النهارده بُكرة مش مطلوب، واللي ما كانش مطلوب قبل كده أنت ممكن بُكرة تلاقي الطلب عليه كبير جدًا، ولو حاجة أصلًا مش موجودة أنت ممكن أنت اللي تcreate الneed، تبدأ أنت اللي تخلق أنت اللي تبدأ الحاجة لل ل أو ت أو أو ت ت ت تجيب الدعوة تدعو الناس للحاجة، تقول للناس إن لأ، أمّا تيجوا الموضوع ده مهم جدًا في السوق. مين قال إن البيبسي قبل كده اللي هو رمز الانتعاش واللي موجود في كل تلاجة النهارده كان موجود؟ ما كانش موجود قبل كده، ولا الشيبسي ولا أي حاجة من المنتجات الاستهلاكية الطبيعية اللي إحنا بنشوفها قدّامنا دلوقتي. تمام؟ ف ف فالحاجة ديّة أنت محتاج شخص يكون دي طريقة تفكيره ودي العقلية بتاعته. شخص أنت عارفه، اتعاملت معاه قبل كده، اتعاملت معاه وقت الاختلاف عشان وقت الخسارة. معيار الاختيار هي المهارة، مش إن هو صديق ولا حد باحبه ولا حد قريبي. معايير وده دي نقطة في غاية الأهمية. مختلف عنك في المهارة، شخص عنده عقلية متقبّلة التغيير ومتقبّلة إن إحنا ال 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 إن إحنا ممكن نجدد في أي وقت، لإن ده اللي هيقابلك برضه لمّا تدخل على أرض الواقع في تقلُّبات السوق، اللي هو متجدد وسريع دايمًا، وبيحتاج دايمًا قرارات سريعة وبيحتاج تجارب كتير عشان تقدر توصل في الآخر للتجربة المثالية. الفكرة إن الموضوع ده مش سهل. الموضوع ده محتاج صبر، ومحتاج انتقاء بمعنى الكلمة. ممكن وأنت بتبدأ في الأول، يعني حتى لو أنت خدت كل المعايير ديّة، ممكن عشان ما عندكش خبرة عملية قبل كده، كل الخبرة اللي عندك نظرية، فتقول ما أنا خدت بالي من كل حاجة و و و وقعدت كتير على ما اخترت الشخص شريكي، وممكن التجربة ما نجحتش في الآخر. ما تتضايقش لإن ده طبيعي برضه، أنت لسه عندك خبرة قليلة. فلمّا تبدأ تشتغل عادي، حتى لو وقعت، المرّة الجاية لازم تاخد بالك ولازم تركّز أكتر في المعايير الأساسية، أو في اختيار الشريك اللي هيبدأ معاك المشروع بتاعك. آخر حاجة عايز أختم بيها، خلّوا كل حاجة رسمية. يعني إيه خلّوا كل حاجة رسمية؟ لازم يبقى في عقد مكتوب ما بينكم، حتى لو كنتم مين. ربنا سبحانه وتعالى اللي أمرنا بده، قال فاكتبوه.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أما تقوليش ده صاحبي، ده أخويا، ده إحنا متربيين سوا. اكتبوا. الكتابة بتمنع الجهالة، الكتابة بتمنع الخلاف، وأنا مقتنع بمقولة بتقول: ما لم يُكتب لم يُقَل. اللي ما اتكتبش ورقة وقلم وموجود ونقدر نرجع له وقت الاختلاف ما اتقالش. وكمان ما تكتبش العقد بس بنقطة اللي هو ده إحنا 2 مع بعض دخلنا شراكة كل واحد فينا دافع X فلوس. لأ، ده أنت اكتبه لو حصل كذا إيه اللي هيحصل، إحنا لو حبينا نفُض الشراكة ديّة إيه اللي هيحصل ما بيننا. وإحنا قاعدين بنتفق في الأول لو اتفقنا وقت الاختلاف وكتبنا كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل وإحنا شغالين، لو حابين نضيف ناس تانية، القرار عامل إزاي. وهنا برضه هاقول لك نقطة مهمة جدًا في العقد كمان، إن أنتم كمان في الإدارة ما تقسّموش الموضوع بينكم 50، 50، لإن حتى من أهم الحاجات اللي بتكون حاصلة إن هو إحنا لو اتوسّعنا مين فينا اللي هيبقى اللي بيدير المنظومة ومين الشخص التاني اللي هيبقى بيدير حاجة تانية. ليه؟ لإن في الآخر النبي عليه الصلاة والسلام لمّا قال: "إذا كنتم ثلاثة فأمِّروا أحدكم." دي من أهم النُقط، إن لازم نختار. لمّا جات في غزوة مؤتة النبي عليه الصلاة والسلام عمر ما في غزوة ولا في حركة ولا في مجموعة ناس طلعوا ما قالش فلان ده هو اللي هيكون مسؤول. فتكونوا أنتم عارفين ومدركين كويس أوي مين اللي هيكون مسؤول ومين اللي هيتابع ده. حتى لمّا جات في غزوة مؤتة مثلًا قال إن أنتم اللي هيكون القائد فلان، فلو ما كانش فلان أو لو فلان قُتل فيكون فلان، فلو فلان قُتل فيكون فلان، فلو ال3 قُتلوا فأنتم أمِّروا عليكم. يعني ما قالش خلاص بقى أنتم كده خلصت، لأ، أمِّروا عليكم من تختاروه. اختاروا أنتم واحد هو اللي يكون أمير عليكم. فالفكرة هنا إن أنتم ده يكون برضه من الحاجات اللي مُتّفق عليها في الكتابة. والكتابة بتنفي الجهالة، والكتابة ديّة بتحل مشاكل كتير أوي، لإن إحنا اتفقنا. لإن لو جه وقت الخلاف أو جات وقت الخسارة وأنت لو حبيت تعرف فلان، فشوفوا أنتم خسرتوا سوا قبل كده والّا لأ. فلو خسرتوا سوا وتجاوزتوا الموضوع، اعرف إن أنتم إن شاء الله هتقدروا تكمّلوا. فوقت الخسارة لمّا ييجي وتقعدوا أنتم الاتنين مع بعض وأنتم الاتنين متضايقين والشخصيات مختلفة تمامًا في الوقت ده، فتقول له: فاكر يا فلان لمّا قعدنا واتفقنا وكتبنا دي ما بيننا؟ خُد بالك إن ده اللي إحنا اتفقنا فيه، والاتفاق ده عقد ما بيننا. فالشراكة اللي أنا عايز أقوله أخيرًا في النقطة دي وفي الحلقة الأولى، إحنا لسه تحت الصفر. أنت بتاخد أهم قرار هيستمر معاك إن شاء الله لو الموضوع بتاعكم أو المشروع بتاعكم نجح. هيستمر معاك ممكن طول حياتك. والعلاقة اللي هتبقى بس في الشغل هتستمر بعد كده تبقى علاقة أسرية وتبقى علاقة أخوية. أنت بتختار شخص كل يوم هتتقابلوا، كل يوم هتشتغلوا مع بعض، كل يوم هتتكلموا، هتختلفوا كتير وهتتفقوا أكتر، هتكسبوا سوا وكمان هتخسروا سوا. فالقرار ده لو ما خدتوش لو ما اديتلوش الأهمية بتاعته واخترته زي الاختيار السريع، هيحصل. وللأسف هي الأرقام بتقول كده كمان، انهيار سريع بنفس الطريقة اللي أنت بنيت بيها الموضوع وبنيت بيها الاختيار، هتكون فيها نفس الطريقة بتاعة الانهيار، وهينهار الbusiness بتاعك وهتنهار الشراكة بنفس السرعة اللي بدأتوا بيها. خُد بالك، خُد وقتك في الاختيار، خلّيك متأني، خُد بالك من المعايير اللي إحنا اتكلمنا فيها، لإنها من أهم الحاجات اللي أنت محتاج تاخد بالك منها وأنت بتختار الشريك بتاعك. إن شاء الله تبدأ الرحلة ديّة وتكون رحلة ناجحة. ورحلة من تحت الصفر للمليون تكون رحلة إن شاء الله بيشارك معانا فيها ناس كتير يقدروا يبنوا الbusiness بتاعهم من أول جنيه، ويقدروا يحطوا أول طوبة إن شاء الله في الbusiness بتاعهم النهارده، لحد ما نكمّل مع بعض في السلسلة في الحلقات الجاية. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.